معكم نجوى عبد العزيز من قناة دفتر أحوال. ما زالت قضية نيرة أشرف تحتل عناوين الصحف في صفحات الحوادث في الصحف. زي ما عودناكم بنتابع لكم كل ما هو جديد. النيابة الإدارية حالة مشرفة تمريض وممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي للمحاكمة لتصويرهم جثة نيرة أشرف. فاكرين الواقع بتاع تصوير جثتها اللي أثارت حفيظة الناس والناس اتكلمت مين اللي قدر يصورها مين، والنيابة العامة أحالت 3 ممرضات للمحاكمة. النهاردة النيابة الإدارية أحالت مشرفة التمريض وممرضة بمستشفى المنصورة برضو للمحاكمة. ليه؟ لأنهم صوروا الجثمان نيرة أشرف داخل أثناء يعني بعد نقلها للمستشفى بعد وقعة الاعتداء عليها من قبل المتهم محمد عادل زميلها. ودي الواقعة المعروفة بقضية فتاة المنصورة. النهارده رئيس هيئة النيابة الإدارية أحال كل من مشرفة تمريض قسم الاستقبال وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي العام القديم سابقا للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامهم بإفشاء سر اؤتمنت عليه بحكم وظيفتهما. يعني هم أفشوا سر إنهم صوروها وهي لا حول لها ولا قوة وهي مزجاة. يعني هم كده النيابة وجهت لهم ايه بقى؟ افشاء سر اؤتمنوا عليه، لان بحكم وظيفتهم هي موجودة في المستشفى، ومخالفتهم احكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية بما من شأنه الاختلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطع مرئي اللي هو مقطع الفيديو اللي تم عرضه على السوشيال ميديا من حوالي فترة طويلة. وطبعا الحمد لله انه تم رفعه دلوقتي لجثمان المتوفاة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة العام باستخدام الهاتف المحمول الخاص بهم. ما شاء الله، يعني هم كل واحدة اشتغلت ايه، يعني هم اللي صوروا واشتغلوا مصورين يعني الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي يعني شيء بصراحة ينرفز يعني. وكانت نيابة المنصورة الإدارية تلقت بلاغ من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة بشأن مذكرة مستشفى المنصورة العام. كشفت التحقيقات بقى اللي بشرتها النيابة الإدارية عاملاها ويستروها او يشوفوا طبيب ايه قراره عشان يداروها في يعني يوروها في درج الثلاجة على ما يبدأ النيابة تيجي او تصريح الدفن يطلع او كده كمتوفاه ويستروا جثمان المتوفي. لا، قاموا صوروها. الاولى صورتها بمقطع مرئي لجثمانها، وكان ده عقب ارتكاب الجريمة فيها بالظبط، اللي هو لما قتلها محمد عادل ونقلوها للمستشفى في 20/6 السنة دي يعني 22. ووضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال. ليه بقى بيتم وضعه في الاستقبال؟ حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، لازم يقولوا إن إصابتها كذا وكذا وكذا، جراء وصول جثمان المجني عليها للمستشفى ضحية لجريمة قتل، وقيام المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك. وفعلا كان فيه همهمات في الفيديو أثناء عرضه على السوشيال ميديا، كان فيه همهمات وفيه صوت كده يعني، وصوت يعني صوت ما ظاهر في الفيديو ليهم وهم بيصوروا، وذلك أثناء فترة النبطجية المكلفين بيها في ذلك اليوم، ونشر مقطع مصور على شبكة الإنترنت بما يتنافى بقى، ده الكلام ده اللي قايله النيابة، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها. واستمعت النيابة طبعا لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى. ما قالوا إن محظور، طبعا الشهود قالوا محظور تماما على جميع أفراد الطاقم الطبي استخدام كاميرات أجهزتهم سواء الشخصية أو المحمولة، سواء كانت هواتف أو حواسب اللي هي الكمبيوتر يعني، تصوير أي حاجة من منقولات المستشفى أو الأشخاص المترددين عليها أو المرضى، وذلك وفقا للقرارات الوزارية المنظمة. يعني هم اخترقوا كل ده، يعني مش اخترقوا القيم والمبادئ الإنسانية للحفاظ على حرمة المتوفي، لا ده كمان اخترقوا كل تعليمات ولوائح الوزارية المنظمة لهذا الشأن. قالوا كمان الشهود فضلا عن وجود
تعليمات ولوائح داخلية كمان للمستشفى خاصة بيها بقى، ومطبوعات ملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى. يحظر التصوير بداخلها حفاظا على خصوصية وحقوق المرضى. طبعا المريض ده أمانة في رقبة أفراد طاقم التمريض، الطاقم الطبي كله وطاقم المستشفى كله، من أول التمرجي للممرض للمساعد للطبيب لمدير المستشفى، يحافظوا. ده منوط بيهم الحفاظ على سرية مرضه، والحفاظ عليه، والحفاظ على عدم تصويره، والحفاظ على عدم امتهان كرامته، وهكذا. فما بال المتوفي بقى، اللي لا هيعرف يدافع عن نفسه، ولا هيعرف يغطي نفسه، ولا هيعرف يستر عورات نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحقوق المرضى باعتباره واجبا أساسيا واحتراما لحقوق المريض. التحقيقات كمان كشفت عن صدور حكم إدانة جنائي نهائي بمعاقبة المتهمتين دول بالحبس 6 أشهر. ده اللي قلت لكم عليه إن النيابة العامة حققت فيه من فترة، من حوالي شهر يوليو اللي فات تقريبا. وصدر ضدهم حكم جنائي بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة مقدارها 20,000 جنيه لإيقاف تنفيذه، وتغريم كل منهما مبلغ 50,000 جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف، وبالعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية. أمر بإحالة المتهمتين للمحاكمة التأديبية العاجلة. والنيابة الإدارية بصدد تحقيقها في القضية اللي قدامها دي من سلوك المتهمين الذي قالت، وهي بصدد تحقيقها في القضية الماثلة من سلوك المتهمين. قالت إنه هو يخالف كافة القواعد القانونية المنظمة لعمل الموظف العام والالتزام بالأخلاقيات. وقالت وهابت النيابة الإدارية بكافة العاملين بقطاع الصحة من أطباء، ده اللي بقول لكم فيه، اللي قلت لكم فيه أهو، بكافة العاملين بقطاع الصحة من أطباء وهيئة تمريض وهيئات معاونة، اللي هم كل اللي موجود في المستشفى من موظفين ومن كله، ومن تمرجاه وكله، كل من يتردد عليه المريض داخل المستشفى، أن يلتزم بقواعد القانون وآداب ممارسة المهنة، وأن يتحلوا بكل ما تفرضه رسالة الطب المقدسة من التزامات أخلاقية ومهنية، مع ضرورة إعمال الرقابة المستمرة داخل المنشآت الطبية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة. وتؤكد النيابة أنها لن تتوانى، تحذير يا إخوانا، تؤكد النيابة أنها لن تتوانى عن مواجهة مثل ذلك السلوك بمنتهى الحسم بكل أدوات القانون التي تمتلكها، إعلاء للحق مع احترام الخصوصية والحق في سلامة الجسد المكفول دستوريا وقانونيا. أشكركم وإلى اللقاء في متابعات أخرى. كان معكم نجوى عبد العزيز من قناة دفتر أحوال. شكرا. معكم نجوى عبد العزيز من قناة دفتر أحوال.